بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. أهلا وسهلا طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي، مع درس جديد بعنوان التكاثر. التكاثر بيقول لي هو عملية حيوية بيقوم بها الكائن الحي بإنتاج أفراد جديدة من نفس نوعه، مما يضمن استمراره وحمايته من انقراض. يبقى فائدة التكاثر يا أولاد إنتاج أفراد جديدة وحماية هذا الفرد من الانقراض. هناخد على بركة الله نوعين من التكاثر: التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي. التكاثر اللاجنسي أو اللا تزاوجي ده بيحدث في نوعين من الكائنات الحية: في الكائنات وحيدة الخلية زي الأميبيا والفطر الخميرة والبكتيريا، والكائنات عديدة الخلية زي نجم البحر وفطر عش الغراب. طب ايه خصائص التكاثر ده حبيبي الغالي؟ ان هو بيتم عن طريق كائن حي يطلق عليه الفرد الأبوي، ولا يتطلب وجود أجهزة خاصة، ويتم بعملية انقسام اسمها الانقسام الميتوزي. ونظرا ان هو بيقوم بعملية تكاثر الانقسام بيكون ميتوزي، قال لك يحافظ على التراكيب او التركيب الوراثي للكائن الحي. طب ليه يا استاذ؟ قال عشان الافراد الناتجة من عملية التكاثر بيحصل على نسخة كاملة من الصفات الوراثية للفرد الأبوي. بيحصل الأفراد الناتجة، النسل الناتج بيحصل على نسخة كاملة من الصفات الوراثية للفرد الأبوي، وبالتالي ينتج عنه أفراد جديدة مطابقة للفرد الأبوي، ولا يحدث به أي تغير وراثي. التكاثر النوعين اللاجنسي قال لك هو عملية حيوية يقوم بها الفرد الأبوي بإنتاج أفراد جديدة مطابقة له في الصفات الوراثية. وصور التكاثر 5: في تكاثر بالانشطار الثنائي، وده بيحدث في الكائنات وحيدة الخلية زي الطحالب البسيطة والبكتيريا والأوليات الحيوانية زي براميسيوم أميبيا يوجلينا. يبقى إذن التكاثر بالانشطار الثنائي يتم في الكائنات وحيدة الخلية. طب كيفية حدوث الانقسام؟ يتم الانشطار الثنائي في الكائن الحي كالتالي: وتنقسم النواة طول انقساما ميتوزيا، وتنشطر الخلية إلى خليتين ليصبح كل فرد جديد كل منهما فردا جديدا مطابق للفرد يا أولاد؟ للفرد الأبوي. طب نكمل كده أهو مثال واقعي معاي. هناخد التكاثر في البكتيريا. قال لي ايه اللي بيحدث يا استاذ؟ بيحدث اول حاجه بتتضاعف الماده الوراثيه كانها بتمر بمرحله طربين، ثم تنحصر الخليه للشكلين دول وتتوزع الماده الوراثيه بالتساوي، ثم تنفصل كل الخليه الام الى خليتان جديدتان. ولذلك بيسموا التكاثر بالانشطار الثنائي تكاثر لا جنسي يتم عن طريق انشطار الفرد الأبوي وحيد الخلية إلى خليتين متماثلتين كل منهما مطابقة له تماما. ولذلك قال لي علل ليه بيختفي الفرد الأبوي؟ لأنه بينشطر إلى خليتين جديدتين. يبقى كده ملخص التكاثر بالانشطار الثنائي إن الفرد الأبوي يا أولاد بينشطر إلى خليتين جديدتين. هناخد التكاثر بالتبرعم رقم 2. ده بيحدث في الكائنات وحيدة الخلية زي فطر الخميرة، والكائنات عديدة الخلية زي الهيدرا والأسفنج. طب مثال واقع: ادي فطر الخميرة يا ولاد، خلية الأم. بيحصل في الخلية الأم بيكون ما يعرف بالبرعم، والبرعم ده بيحصل إن الخلية الأم نواة الخلية الأم بتنشطر إلى ميتوزيا إلى نويتان، واحدة بتقعد في الخلية الأم وواحدة بتهاجر للبرعم، ثم يبقى البرعم متصل بالخلية الأم حتى اكتمال النمو. يا إما بعد ذلك ينفصل ويكون فطر جديد، يا إما يستمر في الانقسام مكونا ما يعرف باسم مستعمرة براعم. وهنا بيقول لي التكاثر بالتبرعم هو تكاثر لا جنسي يتم عن طريق البراعم النامية من الفرد الأبوي. أما البرعم هو تركيب بروزي جانبي في الخلية الأم تهاجر إليه إحدى النواتين الناتجتين من انقسام النواة ميتوزيا.
التكاثر الثالث على بركة الله تعالى هو التكاثر يا أولاد بالتجدد. التكاثر بالتجدد ده بيحدث في نجم البحر، وكيفية حدوثه يتم عن طريق إن نجم البحر يفقد أحد الأجزاء من جسمه، وبشرط يحتوي على جزء من القرص الوسطي، بيتم كده بواسطة الانقسام الميتوزي يكمل نموه حتى أن يصبح كائن كامل. وهنا عندما يفقد الحيوان نجم البحر ذراعه يا أولاد بيتم انقسامات ميتوزية حتى أن يصبح كائن كامل، والجزء ده لو كان اللي تم انقسامه يحتوي على قرص وسطي يستطيع أن ينمو مكونا حيوانا كاملا. ولذلك في نوعين معين من التكاثر: التكاثر بالتجدد قدرة الكائنات على تعويض الجزء المفقود، أما التكاثر بالتجدد قدرة الجزء المفقود على تكوين حيوانا أو كائن كامل مطابق للفرد الأبوي. ناخد بعد كده في النوع الثالث من الانقسام اللي هو التكاثر يا أولاد بالتجرثم. ده بيحدث في الكائنات، بعض الكائنات الحية زي الفطريات، عش الغراب، عفن الخبز، وبعض الطحالب. تحمل الكائنات دي أعضاء خاصة أو أكياس تسمى حوافظ جرثومية، بيكون داخلها عدد كبير من الجراثيم، ولما الجراثيم دي بتنضج تمام تتناثر في الهواء، ولو سقطت في بيئة مناسبة فإنها تنمو بالانقسامات الميتوزية مكونة كائنات حية كاملة من نفس يا أولاد من نفس النوع. خلي بالي من النقطة اللي جاية دي: التكاثر بالتجرثم هو تكاثر لا جنسي يتم عن طريق الجراثيم التي تنتجها بعض الكائنات. أما الحوافظ الجرثومية هي أعضاء خاصة بتحملها الكائن الحي وتحتوي بداخلها على إيه يا حبيبي؟ على عدد كبير من الجراثيم. أهو بيبدأ تكوين الحوافظ الجرثومية، ولما بتصل للنضوج بتسقط وتكون كائنات جديدة. آخر نوع في التكاثر اللاجنسي هو التكاثر الخضري. ده يحدث في النباتات لإنتاج نسخة مطابقة للفرد الأبوي، وده بيتم بطريقة طبيعية وصناعية بطبيعية بواسطة الأجزاء المختلفة من النباتات كالجذور والساق والأوراق ما عدا البذور، وبطريقة صناعية عن طريق زراعة الأنسجة. نلقاكم على خير في الجزء الثاني من الدرس بالتكاثر اللاجنسي، رجاء من طلاب الأعزاء الاشتراك في القناة لكي تصل الفيديوهات لأكبر عدد ممكن. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.